صباح الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني كمان مره، وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهارده جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد كله تشجيع كده ونشاط. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. صحيت كده، فطرت انا وجوزي وهو نزل على شغله، وبعد كده بقى دخلت عملت لنفسي كوبايه قهوه فرنساوي كده وشربتها كده، يعني على رواقه. روقت بالي كده، وما بكون بعمل حاجه زي كده بحب اشرب قهوه، بحس ان هي بتديني طاقه وباور كده وبتصحصحني. يعني بصراحه اللحظه دي بتبقى اكتر الحاجات اللي بحبها في يومي كده، وانا قاعده مع نفسي كده اشرب كوبايه القهوه، فببقى مبسوطه جدا. يعني بحس انها بتديني طاقه كده زي ما بقول لكم. وبعد كده بقى ايه، ابدا يومي بقى ايه كده بالراحه كده، واشوف انا اعمل ايه. دخلت بقى كده ايه على المطبخ بعد ما شربت قهوتي، وغسلت بقى الطبق والفنجان، ما كانش فيه غيرهم. ما بعد الفطار كنت غسلت الفطار على طول يعني. بس فقلت بقى ايه، المشتريات بتاعت الشهر دي كانت حطاها كده بكرتونتها زي ما هي كده فوق الانبوبه، لميتهم كلهم كده في كرتونه. قلت اما بقعد افضى ايه احطهم بقى كده مكانهم. فطبعا قلت بقى خلاص لازم اقوم بقى ايه اعين كل حاجه مكانها كده، لان حرفيا بيبقوا عاملين كركبه وببقى مش مرتاحه كده يعني. فانا بحب اول ما اجيب المشتريات بتاعه الشهر كده ما اسيبهاش كده في الاكياس، ولا اسيبها كده يعني واجر منها، لا. بحب كل حاجه كده تكون قدامي مترتبه، وابقى عارفه انا عندي ايه وايه اللي ناقصني اللي قدامي. واما اجي اخد حاجه كده، اما اجي اطبخ اخد الحاجه كده على طول. ده بيساعدني طبعا جدا في ان انا اوفر وقت ومجهود وكمان فلوس. عارفين ان انا دايما بحب اكلمكم عن التوفير، لان ده يعني هقولك يعني بقى حاجه كده من اساسيات يومنا واساسيات حياتنا كده. يعني بدات بقى ان انا افتح الاكياس كده وافضي المكرونه في العلب. جبت المره دي يا بنات المكرونه اللي هي معوجه كده شويه زي ما وضحت معاكم في فيديو المشتريات. يعني انا بحاول كل شهر يا بنات انوع في المكرونات. اساسي معايا كل شهر الاسباجيتي والتحمير والقلم. اي بقى مكرونه تانية بنوع فيها، لاني بعمل ممكن مرتين في الشهر كده مكرونه صينيه، ممكن بالبشاميل او بالوايت صوص كده عادي من غير لحوم او حاجه. الاسباجيتي معايا اساسي، سواء معاها بانيه او عملتها كده مكرونه بصلصه في ايام اقتصاديه كده عادي. طلع الاسباجيتي واعمل شويه صلصه ونتغدى بيهم كده، بتبقى الحمد لله يعني نعمه، فضل ونعمه من ربنا. والمكرونه التحمير برضو ساعات بعملها كده في حله واحده مع اللحمه، ما اكون مش عايزه اطبخ او اقف كتير، او في حاجه عايزه اخلص بسرعه يعني، فاهمين؟ فدي بتبقى معايا من الاساسيات وكلنا بنحبها، فطبعا دايما معايا. اللي بغير منهم بقى اللي هي المعوجه المقصوصه، الحاجات دي كلها. بدات بقى ان انا افضيهم كده كل حاجه في المنظم بتاعها. سالتوني قبل كده بنات عن المنظمات دي. المنظمات دي انا ما جبتهاش مره واحده، انا بجيبها من ايام ما كان المنظم عامل 10 جنيه و12 ونص. عارفين لما كان في محلات تقول لك اي حاجه ب7 ونص، وبعد كده اي حاجه ب12 ونص. انا جايباهم من ساعتها، وكنت كل ما انزل السوق المحلات دي موجوده في السوق، فكنت اروح واخده ايه اشتري منظم. يعني جبتهم حاجه في حاجه، مش اللي انا نزلت جبتهم مره واحده، لا. تمام. كمان العلب اللي هي المدوره مغطى ابيض دي، دي كانت بتاعه سمنه. كنت بجيب علبه السمنه وكانت بتخلص، فكنت باخد العلبه اغسلها كويس واخليها، فبتنفعني اعملها منظم. في كمان عندي 3 تانيين، عامله واحد برطمان منهم للمش اللي انا بعمله، وعامله منهم برطمان للمخلل، وبرطمان تاني كده مخليه يعني ايه احتاجته في اي حاجه بتاع. فانا بعبي بقى المشتريات بتاعتي والحاجات بتاعتي. طبعا انا ما جبتش عدس بجبه، ما جبتش عدس اصفر، لاني انا عندي عدس بجبه في الفريزر. لما باجي اعمل كشري بسلقه مره واحده وبعينه بيبقى مسلوق جاهز معايا. اما هعمل كشري اطلع منه، هعمل اي حاجه مثلا لو هتعملي عدس مدمس برضو بتطلعي منه، بس انا ما بستخدمش العدس ابو جبه خالص غير في الكشري. اي حاجه تانية لا، مش بناكله خالص غير في الكشري. ملناش تقول عليه كمان، يعني في الكشري ما بكترش منه. ممكن الطبق يبقى عليه معلقه بس كده من العدس، مش اكتر من كده، فعشان كده بيفيد معايا كتير. ممكن انا اجيب ربع كيلو
اعمل منه مرتين او 3 مرات كشري. فبس كده، فبيبقى قاعد معايا بقى، فانا بروح محتفظه بيه بالفريزر. لو بقى معايا مثلا عملت حمص وفاض معايا حمص برضو بحطه في الفريزر، بقى معايا دقه شطه، اي اكل بيفيد معايا بحطه في الفريزر. بتيجي تطلعيه كده بيبقى بعد كده طازه كانك لسه عاملاه، يعني الفريزر بيحافظ على الحاجه. تمام كده. بدات بقى ان انا اعبي كل حاجه كده. والرز البسمتي كان فايض معايا شويه كده من الرز من الشهر اللي فات، حوالي يعني ايه نص كيلو الا شويه كده. الشهر ده برضو جبت كيلو. فبصراحة يا بنات الرز البسمتي ده مشبع جدا جدا، لو جربتيه هيعجبك. يعني مشبع قوي عن الرز المصري. يعني ممكن نعمل رز كيلو بسمتي بناكل ونشبع ويفيد منه. الرز الابيض بتاعنا البلدي ده نص كيلو ما يكفيناش، فاهمين ازاي؟ فبحسه مشبع جدا وحجمه بيتضاعف كتير قوي، فاهمين؟ فالكيلو اللي انا جبته الشهر ده ممكن يكفيني اعمل منه 3 مرات، وكان عندي شويه يعني ممكن اعمل 4 مرات. تمام. كمان جبت نص كيلو بس لسان عصفور عشان كان عندي شويه. لسان العصفور اكتر حاجه بياكلوه هم اولادي وجوزي، مثلا كنت تعبان برضو بعمله شويه شوربه لسان عصفور، فمش مش بنستخدمه كتير يعني، واستهلاكي فيه مش كتير. فبدات بقى اعبي كل حاجه كده في مكانها. وعايزه بقى ايه، حابه اقول لكم كده على حاجه مهمه جدا في التوفير، عشان يعني في شويه تعليقات كده بتجيلي. عايزه اوضح لكم، بس مش معنى اننا اشترينا كميه كبيره من الحاجات اللي بنشتريها شهريا اننا نستخدمها كده من غير حساب، او ان احنا يعني نحط كده بالبركه ونحط كتير ويجي بقى يفيض ويترمي ويبوظ ونرميه. لا، حرام. يعني انا بحاول اعتبر مشتريات الشهر دي مخزون، يعني احدد لنفسي كده الكميه اللي انا هستخدمها، وكل الحاجه كده تكون منظمه قدامي. بتخليني ابقى عارفه استهلاكي للحاجه قد ايه. يعني ما بروحش اشتري كده حاجه وخلاص، لا، انا عارفه بستخدم قد ايه مكرونه في الشهر، عارفه بستخدم قد ايه رز في الشهر. فبجيب يعني انا مثلا بستخدم في الوجبه نص رز وربع شعريه، فانا هطبخ مثلا كل اسبوع طبخه، يعني في الشهر 4 طبخات. يعني مثلا هجيب 4 كيلو مثلا من الرز، او هجيب 3 كيلو من الرز. فانا بروح عامله حسابي في الميزانيه ان انا اجيب 5 كيلو، بعمل حسابي في كيلو زياده لربما مثلا ما حطيتش شعريه، استخدمت رز بس. جيت مره عملت رز بلبن، ممكن في حد جايلي فزودت شويه، فاهمين؟ يعني بعمل حسابي في كده، فببقى عارفه استهلاكي قد ايه، فما بشتريش حاجه وخلاص. او يعني ما بشتريش برضو حاجه تكون هي كانت موجوده عندي اصلا او موجود منها شويه. يعني لسان العصفور بجيب كيلو، الشهر ده جبت نص بس عشان انا عندي شويه كده لسان عصفور يجي نص كيلو، فاهمين؟ فالتنظيم كمان اللي انا بنظمه وانتوا شايفين قدامكم ده، ما برص الحاجه كده، ما احطش اكياس وخلاص وهرجله ويبقى الضرفه كده مهرجله. لا، بنظم كل حاجه في المنظمات، وبحبها تكون شفافه كده قدامي باينه. واحب ارص الحاجه قدامي، ما احبش برضو احطه فوق بعضه، تبقى الحاجه كده ايه واضحه قدامي، وشايفه ده كميته قد ايه وده خلص منه قد ايه وباقي قد ايه. فالتنظيم ده كمان بيوفر معايا فلوس يا بنات، من ناحيه ان انا يعني ساعات الحاجه بتكون موجوده في البيت بس احنا مش شايفينها، حطاها فوق بعضها، متداريه عنك، فبتروحي تشتري تاني والحاجه تقعد عندك، فتبدا ان هي تسوس وترجعي تشتكي وتقولي الحاجه بتسوس عشان الجو حر. لا، الحاجه مش بتسوس عشان الجو حر. انا بفضل الله الحاجه دي بتقعد لحد الشهر ما يخلص، وما شاء الله زي الفل وما بتسوس. وعايزه اقول لكم المطبخ عندي حر جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انا بخرج من المطبخ كده بشر ميه على بال ما بخلص الاكل وبخرج. تمام. بس الحاجه مش بتبوظ وبتسوس ليه؟ لاني بستخدمها على طول، والحاجه بتبقى قدامي منظمه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين عماله بشيل وبعدل، بحاول اخلي الحاجه تبقى واضحه قدامي وباينه قدامي انا عندي ايه وفي ايه، وتبقى كمان سهل عليا وانا بطبخ ان انا اخد الحاجه، فاهمين؟ الحاجه اللي هتبقى اقرب لي كده وهحتاجها وانا بطبخ تبقى قدامي. فده بيخلي ما فيش حاجه عندي تبوظ ولا تسوس ولا يحصل بقى هدر، وده كمان بيساعد وبيوفر جدا جدا في الميزانيه وفي مصروف البيت. بعد ما رصيت الضرفه بقى مسحتها ورصيت الحاجه فيها، بروح برضو واخداها مسحه كده من بره. ولو الضرفه اللي جنبها برضو فيها حاجه بمسحها. هنا الضرفه دي كانت مبصمه كده مكان ما بفتح وبنقفل كده في ايدي وانا بطبخ الاكل، فروحت مسحاها ويبقى عندي زي الفل كده المطبخ كله من فوق. فدايما بعمل كده، اجي برضو ارص مواعيني في الضرفه بتاعه المواعين،
خلصت بروح برضو مديها مسحه كده، فكده يبقى المطبخ قدامي كده على طول نضيف وزي الفل لما تبقى ايدك فيه كده على طول، فتيجي في التنظيفات العميقه ما تتعبيش قوي. تمام. بدات بقى ان انا ارص برضو المنظفات بتاعتي. ما كنتش لسه حطيتها يعني في مكانها وكده. المهم ان انا الشكاره ال9 كيلو دي انا بجيبها بتقعد معايا شهرين. تمام. الشهر التالت بقى ابدا انزل ان انا اجيب، يعني في المشتريات بتاعت الشهر التالت بعمل حسابي فيها. تمام كده. باخد نصها كده في المنظم بتاعي بتاع الرابسو، بحط فيها حوالي 4 كيلو 4 ونص، وبخليه ايه معايا، والنص التاني بربطه في الشنطه بتاعته اللي جه فيها وعينه. الشهر اللي بعده الرابسو معايا بقى خلاص خلص، بدل ما بشتري بقى المسحوق، لا بروح واخده النص الشكاره التاني اللي انا عينته وافضيه. فكده الشكاره دي بتبقى وفرت معايا. انا جايباها بنات، قلت لكم وضحت لكم اسعارها بالظبط في فيديو المشترك، كنت جايباها ب 420 جنيه، فيها 9 كيلو. فتخيلوا بقى، يعني بتقعد معايا شهرين، بغسل وانا مرتاحه، بغسل هدوم، مفروشات، اي حاجه ممكن اخد منها شويه على سجاده، يعني بتكفيني لجميع غسيل حاجه. ممكن برضو هغسل حاجه على ايدي اخد منها حبه. فبصراحه بتكفيني جدا جدا الشهرين وانا مرتاحه، ما بقفش على مسحوق، ما بحسش ان انا لازم اقلل شويه عشان خاطر ما فيش، لا. ومش معنى كده برضو ان انا هقدر فيه، لا، حاطه المعيار وبتعامل كده بالمعيار، فالدنيا بتبقى معايا تمام. الكلور الخام ده برضو بجيبه بحطه في الجيركن ده، انا جبت كيسين بحطهم وبزود عليه ميه. الكيس الواحد بيعمل على 3 لتر ميه. فبصوا انا حطيت الكيسين جم لحد هنا، هزود بقى باقي الكميه دي ميه، وبيبقى معايا برضو فاهمين اللي هو يعني خام برضو، بيبقى تقيل جدا لدرجه ان انا ما بعرفش احط ايدي فيه، لا باخد يعني تحس ان ايدي بقى كده سخن جدا كده على ايدي. فباخد بقى مثلا منه شويه وازودهم ميه، واشوف بقى لو هغسل المشايه، هنقع الفوط بتاعه المطبخ، الكلام ده كله. نفسي قوي 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 يا بنات اشتري الغساله الصغيره بتاعه الغسيل دي، اللي هي بتغسل الحاجات البسيطه. نفسي اجيبها خصوصا عشان فوط المطبخ، لان فعلا فوط المطبخ انا بنقعها من 2 ل3 ساعات، وبعد كده اغسلها على ايدي، وبعد كده اشطفها، وبعد كده انقعها في شويه ميه ودوني عشان بيبقى ريحتها كلها كلور. فبعاني منها بجد، وما بحبش احطها في غسالة الملابس بصراحه حتى لو انا غسلتها. والغساله عندي اوتوماتيك، ما ينفعش برضو اغسلها دوره كامله، فاهمين؟ فنفسي اجيبها بصراحه. كل ما اروح اسال عليها الاقيها 500 و 520، رخصت بقت ب 470، بقت ب 460. اخر مره سال عليها كانت ب 400 جنيه. فعماله يعني اقول اما ترخص شويه، اما ترخص شويه كمان اقدر امسك قرش في ايدي. فان شاء الله ان شاء الله بامر الله عامله جمعيه صغيره كده مع نفسي، فان شاء الله ان شاء الله يعني اقبضها بقى ازاي، ان انا هفتح الحصاله بقى واشوف فيها قد ايه، واجيب بقى ايه شويه حاجات كده كان ناقصيني، وفي حاجات كده نفسي فيها قوي 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 قوي، فكتبتها في الورقه وان شاء الله انزل اجيبها. ولما اجيبها هستعرضها معاكم ان شاء الله. يعني ربنا يكرم بس كده من فضله يا رب. بصوا بقى هنا بفضي الشامبو فالدلق، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، بس قدرت ان انا المه كده، والحمد لله مفيش حاجه وقعت في الارض ولا حاجه اتبهدلت ولا حاجه. شويه بس اللي وقع الرخامه انا لميتهم في الطبق كده زي ما شفتوا، ورحت ماسحه الرخامه. عايزه اقول لكم خلي ريحه الرخامه تحفه. الشامبو ده يا بنات بالورد، ريحته حلوه جدا جدا جدا، جميل قوي. وعلى فكره جربته ما بينشفش الشعر ولا اي حاجه، يعني مش محتاج ان انتي تستخدمي بعديه بلسم، فبصراحه ممتاز. هبقى اشوف لكم الجيركن ايه، وممكن ابقى اجيب الشهر الجاي ان شاء الله الجيركن على بعضه واوريه لكم. المهم ان انا الشامبو ده انا كنت جايبه الكيلو ب40 جنيه. حطيت بقى كده الشامبو والبلسم، كنت مفكره الازازه فيها لقيت فيها شويه صغيرين، بس عادي احنا مش بنستخدم بلسم كتير، لان زي ما قلت لكم هو بيوقع الشعر، يعني فاهمين اللي هو حاجه بسيطه كده، لكن استخدامه كتير او يوميا بيوقع الشعر جدا. والشامبو برضو يا بنات استخدامه يوميا بيهلك الشعرايه. الشامبو ده استخدموه مرتين بس في الاسبوع. فالمهم مسحت بقى الرخامه كده ونضفتها مكان الحاجات دي، وبعد ما فضيت الشامبو والحاجات دي كلها كده، وعبيت كل حاجه بقى في مكانها كده، ما اقولكوش بقى على الراحه النفسيه كده. خلصت بقى ورحت ماسحه الرخامه كده ونضفت مكان كل حاجه انا عملتها. يعني بصراحه ما فيش احلى من ان انت تخلصي كده اللي وراكي كده، وتنظمي كل حاجه في مكانها، وبعد كده تلاقي المطبخ بقى مرتب كده ونضيف وكل حاجه في مكانها، ياه تطبخي بقى كده بنفس.
المهم ان انا عينت بقى التركيبات دي كده، قلت هبقى اعملها، وشلت بقى المناديل حطيتها هناك والمعجون في مكانه وكل حاجه مكانها. والتركيبات دي بقى بعملها بنات بالليل كده مع نفسي. واركنها، هي المفروض يعني تستخدميها بعد ساعتين 3 4 ساعات. انا بسيبها، وتاني يوم بعبيها بقى ايه بعبي كل حاجه بقى في الجيركن بتاعها وكده. بصوا الدوني، ما جبتش دوني الشرد عشان عندي دوني. الازازه دي بجيبها ب 35 جنيه او تقريبا ب 40. بتعمل معايا الازازه دي 4 مرات. فتخلص باخد منها ايه كمان نقطتين 3 كده، نقطتين 3 بس. و يعني ازود عليهم الميه كده، وبيبقى معايا الدوني ريحته تحفه. وانا واقفه بقى برص الحاجه يا بنات، خليت جانا بنتي وقفت معايا كده. عملت مكرونه سريعه، اللي هي مكرونه ال10 دقايق دي، سريعه كده بديل الاندومي، بتبقى تحفه قوي. مكرونه سباكيتي كده بفلفل بقى وطماطم، عملتها وسلقت لهم جنبها بيض. الجو حر وانا كنت واقفه وعايزه اخلص، وبقيت واقفه يا بنات مخليه جانا واقفه جنبي كده، بقول لها اعملي كذا وحطي كذا. انا برص الحاجه وبعبيها وهي واقفه على البوتاجاز، بقول لها اعملي ده واعملي ده واعملي ده واعملي كذا وهاتي كذا وحطي. وفضلت واقفه معاها سلقت المكرونه، وعملنا التسبيكه يعني، او عملنا اكله المكرونه دي يعني، وخليتها سلقه البيض. يعني فاهمين، واقفه اللي هي بتساعدني وانا واقفه برص الحاجه في المطبخ، وكمان انا معاها واقفه جنبها. فمنها بتتعلم تعمل اكل، ومنها بتساعدني. عارفين بقى ان احنا لازم نعلم ولادنا بقى وكده، وخصوصا ان احنا دلوقتي يعني ايه في الاجازه. بس كده عملتهم بقى اكله اقتصاديه بسيطه كده، والاكله دي برضو بتساعدني في التوفير يا بنات. قولوا لي بقى كده رايكم كده في الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. لو اول مره بتشوفيني بقى، انا ام جنى، ودي قناه الست بيت لهلوبه. اتمنى تاخدي لك لفه في القناه، وانا متاكده انها ان شاء الله تعجبك. ولو عجبتك يا ست الكل، ما تنسيش تدعميني وتشجعيني كده بلايك واشتراك منك. واكتبوا لي كده في التعليقات كلمه حلوه كده تشجعني وتحفزني، وقولوا لي اكتر حاجه بتحبوا تشوفوها في روتيناتي ايه، علشان بصراحه بيبقى عندي فيديوهات كده واقعه خالص وفيديوهات طالعه. فيعني شوفوا انتوا بتحبوا ايه وقولوا لي كده في الكومنتات. ده كده نهايه الفيديو بتاعنا. سيبكم بقى في رعايه الله، اشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.